لو انت ست ناصحه خليه يكتب لك حاجات باسمك، اصل محدش ضامن الزمن. ده كده عظمه قوي. وانتي برضو شريكته في كل حاجة. الست الناصحة هي اللي تأمن نفسها مع جوزها من تقلبات الزمن. تعالي وانا اقولك تعملي ده ازاي. لو جوزك مرتاح ماديا عوديه من الفترة للتانية يهديكي هدية غالية. عندك حاجة تنفع عيد جواز؟ حتة دهب كده بس بالشيء الفلاني، خاتم ألماظ، طبعا عربيتك تبقى باسمك حتى لو هو اللي جابها لك. وطالما هو مرتاح ماديا وربنا فتحها عليه يبقى يكتب لك حاجة باسمك. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ وكل ما زادت غلاوتك كل ما زادت قيمة الحاجة اللي بيكتبها لك. خليكي ناصحة كده، محدش عارف بكرة مخبي ايه. بيحبك وكل حاجة بس انت شريكة حياته. ده مش طمع، لا ده تقدير. ومش بخوفك من جوزك، لا ده حبيبك اللي هيكتب لك جزء من ماله باسمك. لكن بخوفك بس من الزمن. خليه يكتب لك حاجة باسمك يا عبيطة، محدش ضامن الايام. قولولي بقى رأيكم في الكومنتات، ده صح ولا غلط؟ انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.